السلام عليكم، صحة رمضانكم، إن شاء الله هاد السنة نصوموه بالصحة والهنا إن شاء الله، إن شاء الله راكم قاع بخير، كيفاش راكم تجوزوا نهاركم مع رمضان؟ إذا اليوم راح نبارطاجي معاكم هاد الوصفة اللي هي فطيرة بالسلق، تجي بنينة بالبزاف والحشو هذا تاني يجي بزاف بنين. إذا نقترح عليكم هذه الفكرة، يلا معايا تشوفوا طريقة ومعرفة المقادير. إذا هنايا عندي مغرفة كبيرة خل، عندي هنايا مغرفة كبيرة سكر مع خميرة الخبز، وعندي هنايا زوج مغارف كبار زيت المائدة. إذا هنا راح نخلطهم كاع مع بعض. إذا هنايا هاد الكمية راح تجيكم خبزة واحدة، تقدروا تضاعفوا المقادير. إذا هنايا عندي 250 غرام فرينة. اذا هنايا راح تجيني كما قلت لكم خبزه واحده. اذا هنايا راح نخلط كاع هذو المقادير مع بعض. راح نسيي ندخل هذيك الفرينه مع داك الخليط الاولاني، وراح نسيي نبسها شويه بهذاك الزيت. وهنايا ضفت مغرفه صغيره ملح ومغرفه صغيره ايضا من خميره الحلويات. هنا كان راح لي التصوير. اذا هنايا عندي هنايا كاس حليب دافي. اذا هنايا هذا الفرينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، قاعده تديكم كاس، قاعده تديكم نص كاس، قاعده تديكم كاس ونص. اذا هنايا ديروا بالعقل باش هكاك ما تغلبكمش باش ما تغلبكمش العجينه. وهنايا بيان سور على كل حال لازم العجينه تاعكم تكون تلاصق في اليد. اذا هنايا راح نغطيها ونخليها في مكان دافئ. فمن جهه واحده اخرى هنايا راح نديروا الحشو. اذا هنا راح ندير عندي شويه زيت مع شويه زبده. هنا عندي حبه بصل كبيره مع 3 سنينات توم، راح نقليهم جيدا هنايا مع شويه ملح بيان سور، وراح نقليهم حتى وين يدبل لي هذاك البصل. هنا زدت درت فيونداشي. اذا هنايا فيونداشي هنايا اختياري، تقدروا ديروه وتقدروا ما ديروهش. والحشو الاساسي او المكون الاساسي هو السلق. اذا هنايا السلق بعد ما غسلته جيدا بالماء والخل، وهنا قطعته عشوائي وضفته للبصل تاعي. وهنايا عندي لي زيبيس اللي هما شويه فلفل كحل، شويه كمون، شويه راس الحانوت عكري وشويه كمون. اذا بيان سور كيما عودتكم المقادير تشوفوهم تحت صندوق الوصف. وهنايا باش تنقص هذيك المروريه تاع السلق نضيفلو مغرفه صغيره سكر. وهنايا راني نخلط كاع مع بعض، ونزيد هنايا حبه طوماطيش مع 2% فروماج. اذا هنايا جبن مثلثات ضفت زوج، وحبه طوماطيش تكون كبيره. اذا هنايا راح نقلي الكاع مع بعض جيدا بدون اي اضافات، زعما تضيفوا الماء ولا ما تضيفوا والو، لانه الطوماطيش تطلق هذاك الماء تاعها والسلق بيان سور. اذا هنايا الحشو تاعي بعد ما طابلي درتو باش يبرد، والعجينه تاعي هنايا خمرت يعني ما شاء الله. هنايا راح نديكازيها وراح نديرها زوج كريات. اذا هنايا بيان سور لازم تعاونوا وحديكم بالفرينه لانه العجينه كانت تلصق. وهنا هاوليك المول تاعي هنايا نديرو شويه زيت باش ما تلصقليش العجينه. وهنايا راح نفتح العجينه تاعي رقيقه، انا نفتحوها رقيقه باسكو راح ندوبليو العجينه. اذا باش ما تجيكمش خشينه هكاك لازم تحلوها رقيقه. وهنايا راح نديرها مباشره في المول تاعي، ونجيب عفوا هذاك الحشو بعد ما برد لي جيدا وراح نضيفه من الفوق. هنايا اللي تحبوا ديروا فرomاج شيدار ولا موتزاريلا ولا فرomاج بلان لكم الاختيار. وهنايا فتحت العجينه الاخرى وراح نديرها هكذا من الفوق. اذا ونسي نغلق في الجوانب جيدا باش ما تفتحليش بعد كي طيب باش ما تفتحش. اذا وهنايا راني جبت ان بول ودرت فيه صفار بيضاء وشويه حليب، وراح ندير لا دوغ تاعي من الفوق. اذا هنا راح نخلي العجينه تاعي ايضا تزيد تخمار حوالي 10 دقائق لو طون. نسخن الفرن تاعي على اعلى درجه. اذا الفرن تاعكم تسخنوه على اعلى درجه.
وهنايا راني نتقب هكذا شوية باش ندير لها شوية هوا، ودرت لادوغ تاعي من الفوقة، وأنا كانت عندي شوية حبة حلاوة والسانوج درتهم هكذا من الفوق. تقدروا ما ديروش، تقدروا تخلوها كيما راهي، ولا تقدروا ديروا فقط السانوج. إذا هنايا كيما قلت لكم راح نزيد نخبيها نخليها ترتاح وحوالي 10 دقائق، وانا راح نديرها للفرن لمدة 30 دقيقة. إذا كل وحدة والفرن نتاعها. إذن هنايا الخبزة تاعي بعد ما حمارت وطابت لي، أنا يعني الريحات ما نحكي لكمش على الريحة، وجات والله ولا أروع، جات بزاف بزاف بينا، والأخص إنه جات خفيفة خفيفة بالبزاف. شوفوا هنا ما داتليش العجين ولا جاتني رقيقة، تسمع هكا كيما حبيتها. إذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، فطيرة محشية بالسلق. وكما قلت لكم من الاول تقدروا ما ديروش الفيونداشي، ديروا فقط السلق وكتروها من الفرomage. اذا صحة فطوركم، الى اللقاء مع وصفات اخرى.